اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف ولكن قليل اللي كيهضر عليه، وهو وضع المتقاعدين في المغرب والعالم كامل. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف ولكن قليل اللي كيهضر عليه، وهو وضع المتقاعدين في المغرب والعالم كامل. بزاف ديال الناس كيتسناو التقاعد يكون هو الوقت ديال الراحه بعد سنوات طويله ديال الخدمه، ولكن الواقع عند بزاف ديال الناس مختلف تماما. المتقاعد غالبا كيبدا يعتمد على معاش شهري اللي خاصو يغطي كل المصاريف ديالو، ولكن المشكله الكبيره هي ان هذا المعاش كيبقى ثابت تقريبا وما كيتزادش مع الوقت بنفس الوتيره ديال الحياه. في المقابل الاسعار ديال كلشي كتطلع، الماكله، الكرا، الفواتير والدواء وحتى النقل. هنا كنلقاو واحد المفهوم اقتصادي مهم سميتو التضخم. التضخم ببساطه هو ان القدره الشرائيه ديال الفلوس كطيح مع مرور الوقت، يعني 100 درهم اليوم ماشي هي 100 درهم بعد 10 سنين، وهذا الشيء كيحس به غير المتقاعد اكثر من اي فئه اخرى حيت دخلو ثابت بينما المصاريف كتكبر. مع الوقت كيبدا المتقاعد كيلقى راسو قدام واحد الواقع اللي صعيب بزاف، المصاريف كتزاد، الدخل ما كيتبدلش، والادخار محدود او منعدم عند البعض. بعض الناس كيضطروا ينقصوا من الحاجيات الاساسيه ديالهم، وبعضهم كيعتمدوا على العائله باش يعاونوهم في المعيشه اليوميه. وزيد على هذا الجانب المادي كاين جانب نفسي مهم بزاف. الانسان اللي خدم طول حياته كيبغي يحس بالاستقلال والكرامه، ولكن ملي كيلقى راسو محدود ماديا ممكن يحس بالاحباط او الضغط النفسي، خصوصا الا حس انه ولا عبء على الاخرين. ولكن خاصنا نشوفوا حتى الجانب الاخر. التقاعد ما خصوش يكون نهايه الحياه او نهايه الرحله، بل بدايه مرحله جديده. الا كان التخطيط المالي من بكري الانسان يقدر يعيش تقاعد مريح نسبيا، الادخار خلال سنوات الخدمه، التفكير في مصادر دخل اضافيه بسيطه، وحتى التعلم ديال اساسيات الاستثمار البسيط. هذه كلها امور كتعاون في المستقبل. المشكل الكبير هو ان بزاف ديال الناس ما كيفكروش في التقاعد الا ملي كيوصلوا ليه، وهذا الشيء كيخليهم يواجهوا ضغط كبير. لذلك التوعيه الماليه مهمه بزاف سواء للشباب او الكبار. وفي الاخير التقاعد خاصو يكون مرحله ديال الراحه والهدوء بعد سنوات ديال الخدمه والتعب، ولكن باش نوصلوا لهذا الهدف خاصنا وعي اقتصادي وتخطيط من البدايه باش الانسان يضمن كرامته والاستقرار ديالو في اخر مراحل ديال الحياه ديالو. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير متابعه للقناه ولايك الفيديو باش يوصلك كل جديد.